بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم؟ النهارده ان شاء الله مع بعض كيكه الشوفان، طعمها لذيذ جدا وفي نفس الوقت سهله، اي حد يقدر يعملها. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. هنا في البدايه عندي 300 جرام من الشوفان. انا عندي هنا الشوفان سليم مش مطحون، هنطحنه كده طحنه خفيفه وبعد كده هنرجع نستخدمه. هنا ممكن تلاقيه في السوبر ماركت كمان المطحون، تشتريه جاهز، مش لازم تجيبيه وتطحنيه في البيت. هنا ده شكل قوام الشوفان عندي بعد ما طحنته. انا مش عايزاه يبقى زيت، دي عايزاه يبقى خشن شويه. بعد كده جبت عندي هنا تفاحتين، غسلتهم في الاول كويس جدا وبعد كده هرجع طبعا هقشرهم وهنقطعهم مكعبات صغيره. وفي الكب عندي هطحنهم طحن ناعم تماما وبعد كده هنرجع نستخدمهم. هنا في البول عندي هفضي كل كمية التفاح وبعد كده هنرجع بقى نحط بقية المكونات اللي عندنا. عندي هنا في البداية 3 بيضات، طبعا هنخفقهم الأول كويس مع التفاح وبعد كده ننزل بباقي المكونات. طبعا التفاح لونه بيتغير بعد ما بيتقشر، فكده كده احنا عندنا القرفة هتديله نفس اللون، فما تقلقوش. حطيت معلقة من القرفة ومعلقة كبيرة ومعلقة كمان من الفانيليا، وكمان ضفت معلقة كبيرة من بيكنج باودر. وهنقلب كل الخليط كويس جدا، يعني مش لازم تضيفوا خالص ليمون على التفاح. بعد كده رجعت طبعا ضفت الشوفان اللي عندي، هنقلب برضو كله كويس جدا مع بعضه. وهنا دي الشوكولاته اللي انا استخدمتها اختياري، انا استخدمت 70 جرام من الشوكولاته، انا مقطعها صغير قوي. بعد كده هنرجع بقى نخلط كله مع بعض وهندخلها الفرن. في الوقت ده انا مشغله عندي الفرن على درجه حراره 180، بحيث ان هو يسخن قبل ما ندخل عندنا اي نوع كيك او اي نوع معجنات. لازم تشغلوه قبلها ب10 دقايق او ب5 دقايق على الاقل. بعد كده جبت صينيه مقاس 20، حطيت فيها ورقه زبده من تحت وبعد كده هفضي كل خليط الشوفان اللي عندي وهسويها على قد ما اقدر. وهنا هدخلها بقى الفرن، هتاخد معايا بالظبط 25 دقيقه، طبعا على حسب نوع الفرن اللي انت هتستخدميه. بعد كده طبعا هخرجها من الفرن وهسيبها لما تبرد، وهنسلكها من الاطراف بالشكل ده وبعد كده هنحطها في طبق التقديم. بعد كده هنزينها بقى بالشوكولاته. انا عندي شوكولاته مسيحاها على حمام بخار. بعد كده هنسويها بقى بمعلقه بسكينه باي حاجه، ندهن كل الشوكولاته عندنا من فوق. وكمان ممكن نضيف عليها من فوق فستق حلبي يبقى شكلها جميل. ممكن نضيف اي نوع مكسرات وممكن كمان تزينوها بشوكولاته بيضه كمان. وبعد كده بقى هندخلها التلاجة لمدة 5 دقايق بس لحد الشوكولاتة ما ترجع تتماسك معانا. بعد كده هنقطعها طبعا ونقدمها وبالهنا والشفا. بتمنى يكون فيديو النهاردة نال اعجاب حضراتكم، وان شاء الله استنوني في فيديو جديد بوصفة جديدة.